ماما ميا. مرة زمان وانا في ثانوي كده كنت خارج مع واحد صاحبي، وتصادف ان قريبته كانت في المنطقة يوميها. اتفق معاه يتقابلوا بما اني كنت موجود، فقال لي اجي معاه. بس واحنا رايحين لقيته اتخض ووشه جاب الوان. سألته في ايه؟ قال لي فلوسي خلصت. انت معاك كام؟ معايا. حلو. ادفع انت معلش. قشطة مش مشكلة اشيلك. وهي كمان. ليه؟ احنا الرجالة، احنا اللي ندفع. مش عارف ليه ما اعترضتش ساعتها، ولقيت نفسي بقول له اوكي ماشي، وبعدها اتحركنا ورحنا قعدنا في كافيه. بعد ما استنينا لقينا قريبته جت، بس مش لوحدها، كان مع صاحبتها. مش فاكر اسم صاحبتها كان ايه بالظبط، بس ممكن نعتبره مثلا رايا، سكينة، سكايلر، بنت الشيطان. جم قعدوا معانا شويه، وفضلنا شويه حلوين نتكلم ونسمع صاحبي وقريبته هما بيحكوا لنا مغامراتهم في تجمعات العيله بتاعتهم. وطبعا بما اننا قاعدين في كافيه، فجه الويتر عشان ياخد المشاريب. انا طلبت شاي بلبن عشان ده احلى مشروب في الحياه. صاحبي حس على دمه شويه وطلب شاي ساده، وخاف يطلب نعناع، وعرف يقنع قريبته انها تجيب زيه. بس جه دور صاحبتها انها تطلب، وراحت طلبت مانجا. صاحبي اتخض وبصلي خايف من الرياكشن بتاعي، بس طمنته وقلت له قشطه قشطه معايا كافي. التنشن خف والكلام رجع تاني، والمشاريب نزلت وقعدنا نشربها كلنا ما عدا صاحبتها اللي هي رايا، سكينة، سكايلر، بنت الشيطان. كل اللي عملته انها خدت شفطتين بس طول القعدة، لحد ما قامت هي وقريبة صاحبي من غير ما تشرب المانجا. انا كنت سامع حد ورايا بيتخانق مع الويتر عشان عارف ان الشاي ب75 جنيه، ودي طالبه لي مانجا. طلبتها وسابتها. ليه اصلا حد يعمل كده؟ يعني ايه اطلب مانجا واسيبها؟ دي مانجا. اكتشفت مثلا ان عندها حساسيه منها؟ مودها ساعتها كان طالب عصير تفاح؟ مش عارف ايه السبب اللي خلاها تعمل كده، بس كل اللي اعرفه انها طلبت مانجا وسابتها ومشيت. عارف بقى انا عملت ايه؟ عارف ايه اللي انا عملته بعدها؟ شربتها. ايوه، رميت الشفاطه، خدت الكوبايه وشربت المانجا. شربتها لان الشاي في المكان ده ب75 جنيه، وهي طلبت مانجا. كانت تجربه مريره جدا. كميه الكوابيس اللي جات لي بعدها كانت فتره صعبه، والواد عمره ما رجع لي فلوس، وافضل فاكر ان اتدبست في عصير انا ما طلبتوش. دي فعلا كانت نقطه سودة في حياتي. بس مع الوقت كله بيتحسن، الدنيا بتتظبط، الوضع بيستقر، وانا حاليا سنجل. فلو في واحدة بتتفرج وحابة ننزل يعني او كده، ما تطلبيش مانجا. وبس كده، سلام.